السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جاي لكم فيديو جديد وحاجة جديدة تعجبكم بإذن الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده بإذن الله كفتة الرز بطريقة سهلة وبسيطة، ونعملها في قلب البيت. بدل طبعا ما بنعملها بره وبتبقى غالية. لا، من عندك من اقل مكونات هتعملي كفتة، وهتعملي حلة كفتة ما شاء الله. هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ المقادير والطريقة. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا معايا هنا دي نص كوبايه رز غسلاها، رز بلدي، غسلتها ونشفتها، خليتها تتهوى ونشفت، قمت طحناها في الكبه او في الخلاط المطحنه، اي حاجه موجوده عندك. معايا هنا ده توابل، دي مجموعه توابل، دي 7 بهارات، كزبره وفلفل اسود وكزبره وفلفل اسود وجنزبيل وقرفه. ماشي، ولسه هحط لها بقى الملح. طبعا عشان التوم فيه ملح هقلل الملح. معايا هنا دي لحمه، ده ربع كيلو. انا بحط على الربع كيلو نص كوبايه رز. في ناس بتحط على الربع كيلو كوبايه رز، يعني على الكيلو كيلو لحمه عليه كيلو رز. انا لا، انا بحب اعملها مش كده، يعني بحب اعملها، ممكن اعملها نص كيلو رز على كيلو لحمه. انا دلوقتي عامله اللي هي دي، ده اهو نص كيلو، نص كوبايه، اللي هي اقل من ربع كيلو، نص الربع كيلو اهو. ومعايا هنا ده لحمه، دي ربع كيلو. معايا هنا ده عودين شبت، على كزبره، على بقدونس. انا واخده من الطروف، يعني انا مش واخده العيدان قوي اللي زي كده، لا انا واخده ايه، انا واخده اللي هي الطروف اللي فوق دي اهي، شايفينها اهي. واخده ده، واخده حبه، واخده عودين كزبره وعودين شبت وعودين بقدونس، اللي هم اكترتهم ورق يعني. وحتى طبعا بصلايه اهي، البصلايه دي صغنونه قوي يا جماعه، دي عشان الكفته ما تفكش. ومعايا هنا توم اهو، توم مفروم، ده اللي انا كنت عاملاه معاكم. بسم الله ما شاء الله، بصوا عامل ازاي، تحفه يا جماعه. بصوا اللون جميل جدا. ده كان بتاع السنه اللي فاتت ده على فكره. بصوا اللون بتاعه متغيرش ازاي، ما اصفرش ولا جرى له اي حاجه، ما شاء الله. طبعا دلوقتي انا هجيب بقى الكبه وهنعمله مع بعض. انا هقطع البصل الاول اهي، هطحن بقى البصل الاول، وهطحن الخضره والثوم مع بعض كله. بعد كده هنزل بالرز، لان الرز كده كده انا طحناه عامل زي البودره اهو. بصوا يا جماعه اهو، بودره اهو، ما شاء الله. بصوا اهو، بودره عامل زي السكر البودره اهو، ما شاء الله. طبعا ده انا الاول هعمل بقى زي ما قلت لكم كده، اعمل الخضره. طبعا الخضره ما تكتريش قوي، هي بس حسب الحاجه اللي انت بتعمليها. يعني لو بتعملي نص كيلو كفته، بتعملي نص كيلو كفته، هتحطي ربطه بقدونس وربطه كزبره وربطه شبت، وممكن تشيلي منهم كمان، يعني حسب المقدار اللي انت هتعمليه. ممكن برضو تاخدي نص ربطه بقدونس ونص ربطه كزبره ونص ربطه شبت على نص كيلو. ممكن تحطي على الكيلو ربطه وربطه وربطه، لان الكيلو بيبقى اكتر طبعا. طبعا برضو بيقولوا الخضره بتخليها تفك، ان شاء الله يعني مش هتفك ولا حاجه. انا مش مكتره الخضره قوي، والبصله برضو ما تكتروش البصله قوي علشان ما تفكش منكم. وبعدين انا واخده العيدان، واخده اللي هي الورق بتاع الخضره علشان ما ياخدش وقت معايا في الفرن. ومعايا التومه اهي، وهنضربها بقى مع بعض جامد، هرسهم جامد. طبعا عندي اللحمه مفرومه، انا كان عندي لحمه مفرومه من الاول، طبعا انا هفرم ده كله الاول، وبعد كده ايه هرجع له. طبعا اللحمه المفرومه دي انا بجيبها بعصجها وبعمل منها كل حاجه. طبعا بروح عند الجزاره اخليه يذبحها، قصدي يقطعها قدامي، وبعد كده اروح فرماها، اخليه يفرمها لي. ما شاء الله. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، بتنعم اهي. هضربها ضربه تاني برضو اهو، هرجع لكم تاني اهو. يا جماعه انا هنزل بقى الرز زي ما انتم شايفين اهو، شفتوه. وبرضو هضرب، كل ما هنزل حاجه هضرب فيها برضو. بسم الله ما شاء الله، شكلها عامل ازاي، اكني بتعملي طعميه برضو. هحط برضو، ههرسها قوي، بعد كده انزل اللحمه عليها. انا بنزل اهو يا جماعه،
اللحمه زي ما انتم شايفين. طبعا لو احتاجت حبه ميه احط لها بقى شويه ميه عشان ايه؟ تحرك لي الكبه. اهو ما شاء الله. احط بس شويه ميه كده تحرك لي اهي، حبه بس صغيره تحرك لي بس الكبه. هكملها واوريها لكم. بصوا انا ضربتها طبعا، بس لازم انا هنزلها كلها في الطبق تاني اهي. اهي بسم الله ما شاء الله. اهي زي ما انتم شايفينها عامله ازاي. بصوا بصوا اللون بسم الله ما شاء الله. طبعا هفضل اهرس فيها كده. هلبس بس القلافز اهو. طبعا عليها وادي التوابل اهي برضو اهي. التوابل اهي ما شاء الله كلها. عايزه تحطي قرن فلفل حامي حسب ما انتوا بتاكلوا براحتكم، كل واحد حسب ما ايه ما بياكل. انا هرسها بس كلها كده، بعد كده ايه هفرمها حته حته في الكبه. عايزه تضعفي الرز ضعفيه، بس انا بصراحه ما بحبش احط لها رز كتير عشان ما تفكش مني. اهي بسم الله ما شاء الله. هرسها بقى جامد قوي اوريها لكم. بصوا يا جماعه انا حطيت حته صغيره، وبصوا بصوا ما شاء الله بقت لينه حلوه في ايدي ازاي ما شاء الله. بس لسه طبعا كلها هتتحط مع بعضها، هتبقى كلها لون واحد. شايفينها بسم الله ما شاء الله. هكملها بقى، انا حبيت اوريها لكم، هكملها اخلصها خالص واوريها لكم. ما شاء الله. تعرفي انها بقت طريه واتفرمت حلو من ايه؟ انها بتتلم كلها مع بعض اهي، ما تبقاش كل حاجه في ناحيه، يعني كلها اتلمت على جنب. انا حطيت اهو زي ما انتم شايفين. بفرمها بقى وش تاني. طبعا انتوا عارفين لما بيكون عند الجزار يفضل بقى يديها ايه بق ميه كده، رشه ميه كده بايديه علشان تبقى طريه وحلوه. عشان كله يتلف مع بعضه. انا هعمل قدامكم دي واكملها بقى اهي. ما شاء الله. بصوا ادي الوش التاني، الفرم التاني اهو، فرمتها وش تاني. بصوا بقت طريه وناعمه وجميله ازاي بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي بسم الله ما شاء الله، تحفه يا جماعه والله. اهي هعمل بقى التاني برضو اهي زي ما انتم شايفين ناعمه ازاي. هعمل بقى التانيه برضو بقيتها واوريها لكم. يا جماعه بصوا زي ما بنجيبها كده من عند الراجل بقى، بيبقى بص بتبقى ملحوسه ازاي يعني، ولا عامله ازاي، عامله عجينه ازاي زي عجينه الطعميه اهي ما شاء الله. انا خلصتها خالص اهي. اهي بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي تحفه يا جماعه اهي. هنصبعها بقى مع بعض واوريها لكم اهي ما شاء الله. نجيب بس شويه زيت. طبعا الكفته اهي زي ما انتم شايفين، وادي الزيت اهو، وادي الصينيه احط فيها ما شاء الله. بصوا يا جماعه النص كيلو بسم الله ما شاء الله طلع لي. نحط بقى الزيت هنا كده ونعملها كده ما شاء الله. النص كيلو اللهم صل وسلم وبارك، الربع كيلو قصدي طلع لي نص كيلو. بنصبعها كده بصوا ما شاء الله يا جماعه. بصوا نص كيلو بحبه خضره بسيطه اهي. طبعا بنعملها كده عشان كلها تتغنس مع بعض برضو. وتصبعي بقى زي ما انت عايزه الصباع، عايزه كبير عايزه صغير عايزاه وسط براحتك. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في برضو كور لو عايزه كوره اهي، في ناس تحب بتاكل الكور اهي. اهي ما شاء الله. نعمل كوره برضو تاني اهي. عايزه تعمليها بقى كوره صغيره كوره كبيره براحتك برضو ما شاء الله. عملتي كفته من لا شيء، كل حاجه عندك في قلب بيتك، ما كلفتكيش حاجه. هعملها بقى كلها صباعها كلها وراها. لو عايزه طبعا تحطي بطاطسيه معاها وانت بتطبخيها حطي. انا بحب بصراحه طعم البطاطس معاها، يعني البطاطس بتاكل، بتاخدي طعم البطاطسيه اللي بتحطيها، او بطاطسيتين زي ما انت عايزه، بتاخد طعم اللحمه وتاخد طعم الكفته اهي ما شاء الله. لو انت عايزه تحطي بطاطسايه امسكيها قطعيها، قشريها وقطعيها مكعبات واغسليها وسقيتيها في قلب الحله، بس قبل ما تنزل بحوالي 5 دقايق او 10 دقايق علشان ما ترميش نشاها، يا دوب تستوي وتروحي طافيه عليها اهي ما شاء الله. بنعص ايدينا زيت اهي اهي
ما شاء الله. عايزه ترفعي، عايزه تصغري عن كده اهي. اهي هعملها بقى، اكملها زي انا اقول، حبيت اوريكم بس. اهو يا حبايبي بصوا انا عملتها بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي صينيه اتملت كبيره اهي ما شاء الله. طبعا انا هدخلها التلاجة ترتاح شويه على بال ما انا اعمل التسبيكه واعلق على الرز ابو شعريه، وهبقى معاكم برضو ان شاء الله خطوه بخطوه. ايه رايكم بقى؟ من ربع كيلو لحمه ونص كوبايه رز عملت نص كيلو كفته. شوف بقى اللحمه بكام دلوقتي؟ لو انت هتعمليها الجملي نفسها دلوقتي بقت ب 230 وزياده، جملي بس. الجملي غير البلدي. شوف انت بقى لو هتجيبي بقى ربع كيلو ولا هتجيبي نص كيلو بكام. اهو حاجه بقى انت في بيتك عاملاها ونظيفه وجميله وحلوه. يعني نفسك في حاجه اللحمه غاليه هتعملي برضو، واللحمه غاليه هتعملي نفسك فيه. ده انت لو هتعملي نص الربع كيلو، يعني لو ربع كيلو هتقسميه وتاخدي نصه هتعمليه برضو. هتعملي منه لحمه معصجه وتعملي منه كفته برضو. مش هتعملي كل حاجه. ربنا برضو ايه، ربنا كريم وبيبارك في الحاجه. طول ما احنا بنقول يا رب، طول ما بنسمي باسم الله وبنصلي على الرسول، ربنا بيبارك لنا في حاجتنا ان شاء الله. انا هروح بقى على البوتاجاز معاكم وهوريها لكم. انا هعملها معاكم هنا. انا كل مره بعملها ببصل، المره دي هعملها معاكم بثوم، لان الثوم بتبقى فخمه برضه. هعملها بثوم، يعني هعمل الصلصه بثوم زي ما انتم شايفين كده. نحط بالصلصه اهي بسم الله ما شاء الله اهي. هحط بقى الطاسه احمر الكفته واوريها لكم. ما شاء الله انا خلصت الصلصه زي ما انتم شايفينها. انا حتى بقى الزيت اهو بيسخن عشان احمر فيه الكفته. انا حطيت مكعب ماجي زي ما انتم شايفين اهو. الصلصه اتسبكت، هنزل عليها بقى بالميه اهي تغلي غلوتين وهطفي. انا حاطه ميه برضو مغليه، هتغلي بقى غلوتين وهطفي واوريها لكم. يا بركه بسم الله. احنا طبعا هنقلب كده اهي. طبعا انا هعمل بقى الكفته زي ما انتم شايفين. انا جبتها من التلاجة اهي ما شاء الله. انا هرميها بقى في الزيت اهي بسم الله ما شاء الله. شايفينها بتغلي ازاي؟ اللهم بارك يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يحسن ختمها يا رب ان شاء الله. هكملها بقى كلها، انزلها كلها في الطاسه وهوريها لكم. ما شاء الله. بحرك الطاسه كده. طبعا الطاسه اتملت اهي، لسه اتملي تاني. طبعا انا ممكن اشيل نصها متحمر في الفريزر، ماما عاوزه اطلعها اسقطها في الدمعه المغليه على طول، او التسبيكه المغليه، او الصلصه اللي هي بتبقى مغليه. انا نزلتها كلها في الطاسه اهي زي ما انتم شايفين، بتبتدي تحمر اهي. وادي التسبيكه اهي ما شاء الله غليت. هطفي عليها بقى لغايه ما اطلع الكفته. طبعا لو عايزه تشيليها متصبعه كده في طبق فبر وتحطيها في كيس تلاجة وتدخليها الفريزر بتقعد معاكي. طبعا انا بقلب واحده واحده اهي. طبعا بتتقلب معايا اهي بسم الله ما شاء الله. شايفينها اهي اللي احمرت بقلبها على الناحيه التانية اهي، عشان انا حطيت في الطاسه وهي التانية بتبتدي تحمر. هطلع بقى اللي احمر وهوريها لكم. اهي ما شاء الله ابتدت تحمر اهي. قلبتها حلو كلها، هطلعها مع بعض. انا طلعت صباعها اهو لسه الباقي اهي. يا جماعه انا خلصتها خالص اهي زي ما انتم شايفينها بسم الله ما شاء الله. لو عايزين تقللوا الخضره قللوها، انا الخضره جت زياده مني شويه. انا بحمر الشعريه اهو زي ما انتم شايفين، والكفته هنزل بقى بيها اهي ما شاء الله. هجيبك اهي ما شاء الله الكفته. عندي طبعا عيالي ما شاء الله بيحبوا ياكلوها محمره، ما كنتش الحق واحطها في الدمعه خلصوها. لو عايزه تحط لها بصلايه حطي بقى في الدمعه. انا عملتها بتوم بس اهي ما شاء الله. عايزه تحطي بطاطسيه حطي براحتك برضو ما شاء الله. هقلب بقى الشعريه وارمي عليها الرز واوريهولكم. بصوا يا جماعه الله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بسم الله ما شاء الله، الواحده بوحدتها اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا حبيت اوريها لكم بس اهي. والشعريه بتتحمر اهي. الرز اهو ما شاء الله. هقلبه بسم
بسم الله ما شاء الله. بصوا الرز لون الشعريه ذهبي فيه جميله ازاي، بسم الله ما شاء الله. هرمي بقى عليه الميه، انا شوحته حلو اهو، هرمي عليه بقى الميه اهو يا جماعه. الرز اهو ما شاء الله هيشرب وهوريه اهو. طبعا الكفته ما شاء الله طلعت تحفه، بس طبعا الصلصه طلعت مني حادقه شويه. طبعا انا كنت هكسل احط بطاطس، هحط بطاطسيه واوريها لكم يا جماعه. هحط بقى البطاطسيه اهي مقطعاها مكعبات زي ما وريتها لكم اهي، وعليها برضو ربع بصلايه، ومعايا بصلايه تاني ممكن لو احتجتها احطها اهي. البطاطسيه بقى هتطعم الكفته، والبطاطس هتشرب من الكفته، هتبقى طعمها حلو، تطعم من الكفته. بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا اللهم صل على النبي، الكفته عامله ازاي. انت لو جايباها من الراجل مش هتجيبها بالطريقه دي، الله اكبر. هحط بقى عليها هسيبها بقى كده، انا مش هغطيها، هسيبها بقى لما تستوي، وبعد كده ايه هدوقها واطفي عليها كده بقى. البصلايه البطاطسيه هتشرب، هتمص الملح اهي زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت مكعب ماجي، والصلصه كان فيها ملح، يلا الحمد لله. والثوم برضو كان فيه ملح اهو. انا طبعا موطيه على الرز، اول ما هيخلص هوريه لكم اهي يا جماعه. تحفه والله ما شاء الله. في ناس طبعا اما بتبقى البسله حادقه، الباميه حادقه، بتروح العلاج بتاعها تقطع بطاطسيتين كده مكعبات، وتروح حطهم في قلب البسله، او تحطهم في قلب الباميه، تمتص بقى الملح اللي فيها. برضو نفس الكفته كده 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 انا بحط بطاطس في الكفته، بس انا بصراحه كنت كسلانه، بس لما لقيتها حدقت قلت لا اعمل معاكم بقى البطاطس دي بالمره، تشرب لي الحدقيه بتاعتها، تمص الملح. وهو الرز ما شاء الله بيتشرب، هغطي عليه خلاص. انا خلصت الكفته استوت خلاص اهي، والحمد لله البطاطس استوت. هطفي عليها بقى، انا طفيت عليها معاكم اهو. والرز خلاص اهو ما شاء الله اتشرب اهو واستوى. هطفي عليه واجرب بقى واحطه في طبق التقديم واوريه لكم. يا اختي في ايه اقعدوا كده. اهو طبعا انا هغرف قدامكم بقى اهو، بس ما شاء الله الله اكبر. بصوا ما شاء الله زادت ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا ما فكش ازاي الواحده بوحدتها ما شاء الله. بصوا البطاطس بصوا صاحيه الحبايه بحبايتها. طبعا ما رضيتش اقرص عليها في السوا، لاني طبعا كل ما هغلي فيها كل ما هتنزل نشاها، انا مش عايزاها تنزل النشا بتاعها. بسم الله ما شاء الله. تحفه يا جماعه والله تحفه.
ايه رايكم بقى؟ احلى كفته رز عملتها معاكم واجمل كفته رز. ويا جماعه انا خلصتها، بسم الله ما شاء الله، تحفه يا جماعه والله. ايه رايكم؟ احلى كفته رز واجمل كفته رز رز عملتها معاكم اهي، وجنبها رز بشعريه كمان، تحفه يا جماعه تحفه. بصوا الشعريه عامله زي السنيبر، ما شاء الله تحفه والله. الرز يتاكل كده من غير خضار ولا دمعه ولا كفته ولا حاجه. اهي بصوا بسم الله ما شاء الله، تحفه يا جماعه والله، كفته رز تحفه تحفه تحفه. يا رب الفيديو عجبكم. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا ما شاء الله الكفتة، بصوا الكفتة زايدة ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا الصباع قد ايه، الله اكبر. كمان ما شاء الله ما عملش يعني، كمان ما فكش مننا، بسم الله ما شاء الله. بصوا عامل ازاي، تحفة يا جماعة والله، تحفة تحفة تحفة. يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين، حبايب المشاهدين. عملنا مع بعض كفتة الرز في البيت من اول للاخر، من اول ما دقيناها في الكبه لغايه ما طبخناها وعملنا جنبها كمان رز بشعريه، تحفه 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 والله يا جماعه. اهي مش هتكلفك حاجه، كل حاجه من عندك من البيت، كل حاجه من البيت، مش هتكلفك حاجه. كده كده انت بيبقى عندك لحمه مفرومه في قلب الفريزر، طلعي واعملي. عندك الرز اعملي، عندك الشعري، عندك يعني الخير كله في بيتك ان شاء الله. واللي عندك هتعملي ايه؟ هتاخدي بصلايه صغنونه قوي، هتاخدي حته فصين توم صغيرين او حته تومه مهروسه، يعني مش هتكلفك حاجه الاكل كله اهو. يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم في الفيديو زي ما قلت لكم كده اشتركوا في القناه، مستنيه تعليقاتكم، مستنيه لايكاتكم. احلى كفته عملتها معاكم واجمل كفته. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.